الإدارية والتربوية العاملة بمؤسسة الثانوية التعليمية المحمدية بمدينة القصر الكبير إقليم العرائش جهة طنجة تطوان الحسيمة. نندد ونستنكر التصريحات الغير المحايدة والانزلاقات اللفظية التي صدرت عن الشخص الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، المفترض فيه أن يتميز بالحياد والشفافية في مسألة تتعلق بنزاع مفتعل، وهي قضية وطنية لا يمكن للشعب المغربي ولا يمكن للحكومة المغربية أن تتهرب من هذه القضية. ونؤكد مرة أخرى أن المغرب حكومة وشعبا وملكا مجندون دائما من أجل الدفاع عن القضية الترابية. هذه القضية من ناحية الأخلاقية حقيقة هي تصريحات تؤكد بالملموس أن تصريحات الأمين العام محايدة المسار الأممي للقضية الصحراء المغربية، وتؤكد مرة أخرى أن العلاقات الدولية في القرن 21 ستعرف منعرجا خطيرا، حيث أن المصالح الاقتصادية والمصالح العسكرية تطغى بشدة وتحكم المنظومة الدولية، إلا أن المغرب هو استثناء. فالقضية هي قضية حياة أو موت، هي قضية حياة بالنسبة للشعب المغربي. ونؤكد من هذا المنبر كمدرس وكأطر إدارية عاملة بالثانوية التعليمية المحمدية أن المغرب سيدافع عن قضيته بكل من أوتي من قوة. ونؤكد كذلك للمنتظم الدولي أن القضية هي قضية عادلة وقضية مشروعة ولا يمكن التحايل عليها. إضافة إلى ذلك نؤكد كذلك للمنتظم الدولي أن منطقة شمال إفريقيا هي غير مستعدة لتقبل أي نزاع آخر، فالنزاع في تونس وفي ليبيا وفي شمال مالي يمكن أن يعصف بشمال إفريقيا، والمغرب هو البلد الوحيد الآمن وحدوده آمنة بفعل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة وفعل التعبئة كذلك من كل الهيئات المجتمع المدني والهيئات السياسية بالمغرب.